خلينا متفقين ان اللي هيحدد اسعار الذهب الفترة اللي جاية حاجتين. رقم واحد، الحرب التجارية اللي بدأت تشتعل تاني بين الصين وبين امريكا بعد تصريحات ترامب يوم الجمعة ان هو هيبتدي يفرض رسوم جمركية بنسبة 100% من اول 1 نوفمبر على الصادرات الصينية الى امريكا. رقم اتنين، معدلات خفض الفايدة المتوقعة في الاقتصاد الامريكي. عندنا اجتماعين للفيدرالي في شهر اكتوبر وفي شهر ديسمبر. طيب من شويه اللي هو النهارده الحد، ترامب اعلن ان العالم ما يقلقش بشان الصين وان الامور هتتجه الى التهدئه، وان امريكا من مصلحتها ان الصين لا تمر بفتره كساد. وده طبعا تراجع من ترامب عن اللي قاله يوم الجمعه، لان الصين قالت ان هي مش هتسكت على الرسوم اللي هيفرضها ترامب اول نوفمبر، فبالتالي الرئيس الامريكي بدا يتراجع. ده هيكون مبدئيا ليه تأثير سلبي على الذهب في أول كام ساعة. يعني احنا دلوقتي لو الأمور اتجهت إلى التهدئة، طبعا زي ما قلت لكم إن احنا يوم الجمعة طلع الذهب حوالي $50 في آخر ساعتين من 3975 ل $4025 للأونصة. متوقع إن هو يفتح على تراجع شوية وهيبتدي يطلع أو ينزل حسب الحرب التجارية هتمشي إزاي وحسب الأخبار اللي جاية من الاقتصاد الأمريكي.